هنبدأ اهو. ايه، جبت اخرك. ازاي نحرك العنصر؟ قلنا من شوية اول جزء نبقى نعمل ريست. اعتقد لو كنا ضبطنا اللي كنا اتبهدلنا من الحر والتراب. متهيألي لا. المهم، خلينا نقول اول حاجة نعمل سفير. السفير اللي هي دايرة نرسمها بالشكل ده. تمام. نبدأ نقول نحركها ازاي. اول طريقة للتحريك العادية خالص. تعالى يا باشا وشغل لي الموف بتاعك. وبص شكل الجسم كبير ازاي. هنصغره شوية عشان نقدر نشوف بيه. تمام. تعالى حرك يمين او شمال، فوق وتحت. تمام. وفوق وتحت. خلي بالك من ملاحظة صغيرة كده. الم... اي شكل هقف عليه هيعتبره لي اكس وواي. تمام. فانا في التوب يمين وشمال وفوق وتحت، في الاول والاخر هو اكس وواي ده الحقيقي. لو انا وقفت على الفرونت هيقول لي اكس وواي على اعتبار ان واي ده بديل للزد. هيغير الزد لواي اللي هو فوق وتحت ده. فاهم انا قصدي؟ اه، بس بيسميها هنا واي طالما انا واقف هنا. لكن لو انا وقفت على ال 3 دي نفسها، لا يا باشا، عندك الاكس والواي اهي والزد اهي. تمام. بس لو وقفت فرونت هتلاقيها واي. اه، هيحولها الواي الفرونت والليفت. هم دول اللي هيتغير اسمهم. في مشكلة؟ نيجي بقى على السناب. وحاجة حاجة كده. السناب ده بيفكرني بالاوتوكاد قوي. تمام. هنفتح اكسرسايز فايل شابتر 4 موفينج اوبشنز. واستأذنك جرب الحركة. يعني اعمل اعمل ريست الأول. نكس. ريست. دونت سيف ويس. ارسم لنا سفير. ايوه. تمام. موف. فين الموف؟ ايوه. تمام. هستأذنك بقى تفتح لنا مع بعض شابتر 4. اوبن. دونت سيف. و نعم. مش انا ده، هو ده، لا دي حاجة جاهزة عنده. شابتر 4 و شابتر 4 موفينج اوبشنز. تمام. اول معلومة عندي، نشوف هو هيقول لنا ايه.
بص معايا كده، لا خليه توب تاني، ما تلعبش في حاجة تاني. ثواني. لو انا جيت كده ودوست على موف وحركته يمين او شمال، سوري، شمال او يمين، معلش ندوس على مسطرة ونحركه كده، انا كل ده شايف التوب. لو انا خليتها برسبكتيف زي ما انت عملت، او جيت كده جيت كده وجيت كده، ايه اللي حصل؟ انا شغال في 2 دي، تمام، مش شغال في 3 دي. انا كنت بحرك في التوب، كنت شغال في 2 دي بس، تمام. طيب انا كل ده شغال بالحب، مش شغال بسناب. فيها مشكلة؟ ايوه، فين اللي اشتغل في الموضوع ده؟ كده مفيش ولا حاجة فيها سناب. طيب انا لو عايز اتحرك بمقاسات، ولو عايز احرك بالسناب، لو انا شغلت كده وخليتها 3 دي سناب وكليك يمين عليها، تمام، وخليتها يشتغل الفيرتكس، تمام، والاند بوينت، هتيجي بقى تسحب لي ده وحطه لي هنا. سوري ما كانش شغال. تاني من هنا وحطها لي هنا. خلاص كده. لما اعمل كده وابص هنا الاقي ان الضوء ده المفروض سنتر فيس، تمام، من هنا تعالى لي كده، كده بقت دي في النص بتاع دي بالظبط. نفس الفكرة، لو خدت من هنا وقمت حطيتها هنا، دي كده اتحطت. اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي من فكرة ان دي 3 دي. امال في ايه؟ في عندي حاجة اسمها 2. ايه ال 2 دي بقى؟ لو انا سحبت من هنا للنص بتاع دي بالظبط، تمام، هي اتحركت في ال 2 دي بس، مش في ال 3 دي. هي في نصها بس في ال 2 دي. انت عايز مثلا تعمل وليكن ده شكل في السقف مقابل لحاجة موجودة في الأرضية، تقدر تنقلها وانت لسه في السقف، متتحركش في الزد. او ممكن اجيبها كده، كده اتحركت في ال 2 دي مش في ال 3 دي، نزلت بس فضلت ثابتة في مكانها. واضحة؟ هنشوفها مع بعض واحنا بنشتغل اكتر. في ال 3 دي اتحركت في ال 3 دي. طيب هل انا بقى ما اقدرش اتحرك بمقاسات؟ انا كله بتحرك يمين وشمال، مش عارف دي فين ودي علاقتها ايه ببعض وايه علاقة دي بدي. هل مش هعرف اشتغل بمقاسات؟ ازاي؟ اول حاجة تعالى كستمايز يونت سيت اب، تمام، وهنخليها مترك زي ما احنا متعودين، تمام. هتلاقي اي حاجة انت مختارها متحددة لك ابعادها ايه في الفرع، تمام. تعالى بقى كليك يمين على الموف وتطلع لك الشكل العظيم ده. الشكل ده فيه حاجتين، absolute world و offset world. يعني ايه الابسوليوت؟ هو مكانه فين دلوقتي؟ انا دلوقتي هو ارتفاعه
من الزد مثلا متر 38 سم و8 متر. تمام. انا عايز ارتفاعها من الارض اللي هي بتاع الصفر بتاع المشروع، تمام، وليكن 5 متر. كده ده ارتفاعها الصافي. تمام. هي دلوقتي في الصفر والصفر والصفر بتوع المشروع، خليها 20 سنتي يمين و 20 سنتي شمال. تخيل ده فين؟ ده بالنسبة للصفر الصفر الصفر بتوع المشروع، الاكس والواي وزد. ارتفاع 5 متر كتير، خليها 2 متر. واضحة ولا مش واضحة؟ أنا دي آخر حاجة هقولها وخلاص على كده. بس أنا من هنا ببدأ أشتغل كمهندس. كل اللي فات ده بينفع مع أي حد يعمله، لكن أنا من هنا ببقى مهندس. ليه؟ هشتغل بمقاسات وبأبعاد ثابتة أو أبعاد دقيقة. طيب لا، أنا عايز أعمل لها أوفست. يعني إيه أوفست؟ يعني أحركها في اتجاه الإكس 20 سم. عايز أحركها يمين 20 سم. تمام. كم من الصفر معرفش. أعمل إيه؟ هاجي عند الأبسوليوت وأقول له من الصفر حركه 20 سم. سوري، من مكانه حركه 20 سم. فكده بقى من الصفر كام؟ هو كام؟ 20 من الصفر، وقلت له حركه 20 كمان، يبقى 40. واضحة؟ حركوا لي بقى في الواي 20 أو 30. تمام. خلي بالك إن هنا الواي عشان أنا بتعامل مع الفرونت، فده خلى الزد هو الواي. لو جيت هنا هتلاقي، شوف اتحركت ازاي كده بقى. بمعنى كان اسمها ايه؟ سelection. انا كستمايز وهغير اليونتس واخليها بالمترك، واجي عند كستمايز ريفرنسز برسبشن 3 اهي. تمام. انا عايز الكرسي ده واعمل له شير. تمام. واقفله. وموف. هنا ما بيقوليش من الاكس والواي والزد اصلا كام، لان ده بقى جروب. بس انا ممكن اقول له والله انا عايز اتحركهولي في الواي كده بعيد عن الفازة 20 سنتي. بس اعتقد هنا هتبقى بالسالب، سالب 0.2. كده اتحرك بعيد عن الفازة 20 سنتي. انا عايزه اكتر، حاسة مسافة قليلة، خليها بس بالسالب، سالب 0.3. كده انا بعدت عن الفازة قد ايه؟ تمام كده. ده كده شغل مهندسين. في السناب وفي الكلوز ده، انا الترابيزة دي ممكن اعمل حركة تانية.
الترابيزة دي لوحدها وحركها لي في الإكس 10 سنتي، ده كده الرجول اتحركت 10 دخل الكتف. القرصة دي في الإكس نفس ال10. لو أنت مكسل تعمل جروب ومن هنا تعمل نفس ال10. ليه كل شويه 10 عشان نسيت، مش فاكر تعمل جروب ازاي. جروب اللي هو جروب اللي هو كرييت ست كده كده كده، ونسيت تكتب تيبل، مكسل. انا دلوقتي لو دوست على تيبل وحركتهم كلهم -10 عشان ارجعها في مكان. فلما كل شويه هتبقى حاجه معينه. مهم. تمام. فانت كده بدأنا نشتغل كمهندسين. حضرتك هتعمل لي بوكس ونعمله هنا واطلع لفوق ودوس ان سوري اسكيب. البوكس ده فين بقى بالنسبة للاكس والواي والزد الاساسيين؟ بالنسبة للزيرو زيرو زيرو هو -4 و67، وفي الزد في الزيرو. لا انا عايز اطلعه حبة زيادة خلي بالك في حاجة غلطة، عايز اطلعه لفوق. ففي الزد مثلا الاساسية واطلعه لفوق 10 سنتي. كان فوق الارض 10 لا هي كده فوق الزيرو بتاع المشروع 10 سنتي. العالم كده بص يا هندسة، العالم كده بقى ليه، هو ليه صفر وصفر وصفر، اللي هو نقطة التلات أصفار الإكس والواي والزد. البوكس ده بالنسبة للصفر العالمي أو بالنسبة للصفر بتاع البرنامج هو أعلى من الصفر ده ب10 سنتي. تمام. لكن الأرضية السجادة دي هي دي المفروض إن هي على الصفر، بس فيها اكسترود لفوق 5 سنتي، مش عارف ازاي، لكن هي بالمنطق يعني كده تخنها 5 سم. هو عاملها 5 سنتي. السجادة أصلا مش على الصفر. تمام. أنا بقى هعمل إيه؟ أطلع. لو أنا طلعت كده ده مديني كام؟ 14 سنتي من الصفر بتاع البرنامج. أنا كده أعلى من البرنامج، من الصفر بتاع البرنامج ب14 سنتي أو 15 سنتي. فاهم بقى الفرق؟ بحاول اجمع بس لا مش بحاول. أنت لا، أنا دي مش همشي غير لما تبقى واضحة وخلاص وخلصنا على كده. دلوقتي انت قلت السجاده مثلا سمكها 5 سم، تمام. وقلت لي هي مش على الصفر بتاع البرنامج. شايف الصفر أهو، ده هي صفر المفروض تبقى البرنامج. على الصفر. ما هو المفروض دي بناء على إيه؟ على رسمتك أنت. الصفر ده اللي هو الارض. ما هو الأرض يا هندسة عندك كذا أرض، ما عندناش أرض ثابتة. أنت لو الأرض عندك خرسانة لو كده هتبقى هي الصفر بتاعك. عندنا 10 سم تشطيب، هيبقى 10 سم فوق الأرضية الخرسانة. وبعد كده نحط السجادة بتاعتنا من ال 15 من ال 10 سم دي هنحط 2 3 سم سجادة. انت حسب الابعاد دي كلها بتحط مثلا الله ينور عليك. الأول. طيب لو أنا مش عارف، لو أنا في الأول والآخر أنا رسمت البوف بتاعي دلوقتي على الأرض كده، تمام. أنا عايز أطلعه فوق السجادة. أنا عارف السجادة تخانتها 5 سم، أنت اللي حاططها. هاجي على البوف واجي اقول له حركهولي، بس اكون مختار ده، وفي اتجاه زد حركهولي 15 5 سم. انا ماليش دعوه بقى بالصفر بتاعك انت والمشروع بتاعك، انا عايز 5 سم بس.
0.05 طلع فوق الارض اللي انت كنت راسم عليها 5 سم، كده بقى فوق السجاد. في الغالب انا عايزك تبقى حافظ تشتغل بمقاسات وابعاد، ما تبقاش شغال جاجهون. تمام كده. البوف بقى نفسه ابعاده قد ايه تدوس عليه، ونيجي هنا في الموديفاي، وليكن هو يعني بيبقى 35 او معاك لغايه 40، 40 عرض، 40 طول، ارتفاع 45 سنتي. طبعا هتقولي هو شغال ليه؟ هو في الغالب ما كانش شغال بالمتر، انا لما خليتها بالمتر ما اشتغلتش معايا. واضح الفكره؟ متاكد؟ طيب افتح لي نفس الفايل ده ووريني بقى هتحرك ازاي وخلاص. سelection sets.